إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. حلقة هذا اليوم الوطني، ما له وما عليه. قبل 3 أيام احتفلت إريتريا باستقلالها من الاستعمار في ما بين 1991 إلى 2025، 34 سنة. حصلت إريتريا على استقلالها. منذ أن حصلت إريتريا على استقلالها الآن وصلت إلى 34 سنة. هذا الاستقلال أو هذا العيد يتكرر كل عام، ويحصل فيه نوع من الاحتفالات والكلمات وما إلى ذلك. ونحن باعتبارنا إريتريين أيضا نفرح بالاستقلال ونكره الاستعمار بلا شك، وقد ساهمنا في حرية إريتريا واستقلالها بجهودنا وأموالنا وأرواحنا أيضا. فما من أسرة من أسر إريتريا إلا وقدمت للحصول على هذا الاستقلال. واليوم سنناقش هذا اليوم الوطني، ما له وما عليه، ليس من زاوية شرعية هل يجوز أو لا يجوز، وإنما سنناقش هذا الموضوع ما الذي قدمته الحكومة الإريترية خلال 34 سنة. ثم هل الاحتفال وخروج النساء والرجال مختلطين يعتبر يعبر عن فرحة ويعبر عن إنجازات؟ هل أيضا فيما يتعلق من الأضرار التي تحصل بالجانب الشرعي من خروج المرأة متبرجة متزينة، يحصل منها الاختلاط مع الرجال، وكذلك أيضا الرجال يحصل منهم الاختلاط مع النساء، وربما أضاعوا الواجبات الشرعية والدينية بسبب السهر. من هذه الزاوية من حقنا أن نناقش ونناصح ونذكر إخواننا المسلمين، بل حتى إخواننا النصارى، ليس في دينهم ما يأمر بالفحشاء والمنكر. باسمكم جميعا أرحب بشيخي وأستاذي وضيفي الدكتور حسن سلمان في هذه الحلقة لنناقش هذه الأمور. وإذا أحببتم أن تشاركونا بتعليقاتكم فلكم ذلك. وعلى كل حال نحمد الله سبحانه وتعالى على الاستقلال، ونستغفره ونتوب إليه من أي معصية تغضبه بسبب هذه الاحتفالات الغير شرعية. إلى الحوار. مرحبا بالشيخ حسن سلمان. في البداية يعني تعريف يعني الحديث عن الاحتفال والحديث عن الأعياد بشكل عام، ثم سندخل في صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
موضوع الاحتفالات والأعياد إذا نظرنا إليها في السياق اللغوي، العيد هو من المعاودة، أي أنه كلما تكرر وعاد عاما بعد عام أو عاد بين فترة وأخرى فيطلق عليه عيد. فنحن نقول عيد الفطر وعيد الأضحى مثلا لأنه يعود علينا سنويا، رمضان يعود علينا سنويا، الأضحى يعود علينا سنويا. وصار هذا المسمى الشائع لكل حالة يكون فيها مناسبات تتكرر، فصار يطلق مثلا عيد الاستقلال لمن أراد أن يعمل احتفالية لموضوع استقلال بلده، وهكذا. أحيانا قد تكون خارج حتى عن السياقات الدينية، يعني والمسألة طبعا ترتبط إما بسياق ديني وإما بسياق دنيوي لا علاقة لها بالأديان مثلا. بالنسبة لنا لو نظرنا مثلا إلى موضوع الأعياد الدينية لا نعرف في الإسلام إلا عيدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعوب كما ذكرت لك تحاول أن تظهر كثير من محطاتها التاريخية في شكل أعياد. أحيانا يكون تنصيب ملك بالنسبة لهم عيد من الأعياد، مرور 100 سنة عيد من الأعياد، وهكذا. يعني كما مر علينا مثلا بالأمس 29 مايو مرور فترة مثلا على تحرير أو على فتح القسطنطينية اللي هي فتح اسطنبول، وهكذا. أمس مثلا الأتراك يعني خلوا المواصلات كلها مجانا وما أجزوا، يعني ما حاولوا يعملوا عطلة، لكن أدوا على الأقل ما يشير إلى موضوع هذا اليوم. فإذا الأعياد هي مناسبات يتخذها الناس أو تتخذها الشعوب كشعار من الشعارات، إما على دينها أو على دنياها. فهي من الشعائر كما يقول ابن تيمية، هي في النهاية الأعياد هي من الشعائر التي تهتم بها الأمم وتهتم بها الشعوب. موضوع الاحتفال قد يصاحب العيد وقد يكون مختلف عن الأعياد، يعني أحيانا قد يكون الإنسان يجري احتفالية ليس بسبب العيد، احتفالية زواج، احتفالية فالاحتفال الاحتفال باختصار، الاحتفال في اللغة هو اجتماع مجموعة من الناس على أمر يسر. يا سلام. على أمر يعني أمر فيه فرح فيه كذا، فهذا تقريبا يسمى الاحتفال. هذه الاحتفالات قد تكون بنجاحات وقد تكون بزواج وقد تكون يعني ممكن الإنسان يحتفل بأشياء كثيرة جدا. وهنا ستلاحظ بأن الأحكام قد تختلف بالنسبة للأعياد التي تأخذ طابع شعائر، وبالنسبة للاحتفالات التي هي حالة حالة يومية يمكن أن يعيشها الناس في حياتهم في مختلف البقاع يعني. جميل. طيب إذا نحن حدثنا عن 24 مايو استقلال، يوم الاستقلال الإريتري. لو تحدثنا بصفة عامة لماذا الإريتريون يحتفلون بهذا اليوم؟ حسن. طبعا الشعب الإريتري منذ فترة الخمسينات وهو يكافح ويناضل في سبيل الوصول إلى دولته، يعني قبل جبهة التحرير الإريترية، بدءا من فترة الرابط الإسلامية التي كانت أعلنت أن والله تريد دولة مستقلة، وشكلت بناء على ذلك الكتلة الاستقلالية. في كل الخطابات، خطابات الرابط الإسلامي، كانت هنالك كلمتان تتكرر، كلمة الحرية وكلمة الاستقلال. فكان الآباء والأجداد واعين جدا لأنه والله يريدون الاستقلال، وهو أن تكون لهم دولتهم تعبر عن هوية وسيادة هذا الشعب، وفي نفس الوقت يريدون الحرية التي أيضا لا معنى للاستقلال إن لم تكن هنالك أيضا حرية لهذا الشعب. هذا الكلام أقوله قراءة لوثائق الرابط الإسلامي. فكل الخطابات حتى التي كانوا يلقونها في الأمم المتحدة، مثلا عبد القادر الكبيري وغيرهم، كانوا دائما يركزوا على عبارة الاستقلال وعبارته. على كل، دفع الشعب الإريتري ثمنا باهظا لثورته عندما أعلن، طبعا أدخل نتيجة القرارات الأممية في الاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا، ثم هيلي سلاس طبعا ضم قسرا لإريتريا وألقى كل رمزيتها، ألقى برلمانها، ألقى علمها، ألقى شرطتها، وبالتالي هنا تفجرت الثورة الإريترية، واستمرت الثورة الإريترية واستمر الشعب الإريتري في نضاله لمدة 30 سنة، دفع فيها حقيقة الغالي والنفيس يعني في هذه البقعة. وفي 91 تقريبا 1991 دخل الجيش الإريتري إلى أسمرة وهزمت القوة الأثيوبية بكل ضخامتها، ونذكر ذلك الحدث بعظمته وجلاله، يعني كيف أن
مئات الألوف من القوات الإثيوبية دخلت إلى الأراضي السودانية من أسمرة، وما قادرين حتى ينسحبوا إلى أثيوبيا لأن أثيوبيا انهارت وسقطت، فاضطروا إلى الانسحاب إلى السودان، وكانت هزيمة نكراء على كل لجيش منغيستو هيلو مريم. فالشعب الإريتري طبعا هذا الاستحقاق التاريخي اللي هو من 91 هو يكرر احتفالية أنه والله 24 مايو هي تاريخ دخول الجيش الإريتري إلى أسمرة، وبالتالي ظل هذا يمثل عيدا وطنيا بالنسبة لهم يحتفلون به في كل عام. طبعا هنا في تاريخين لابد الالتفات إليهم: تاريخ انهيار وسقوط الجيش الأثيوبي وخروج من إريتريا تماما، وخروج آخر جندي من أثيوبيا سنة 91، والاستقلال الرسمي الذي جاء نتيجة الاستفتاء اللي هو 24 مايو 1993. يعني أخذ الشعب الإريتري سنتين قبل أن يعلن استقلاله بشكل رسمي، لكن ظلت في هذه الفترة خلاص الدولة الإريترية على كل دولة مستقلة. فإذا حسبتها أنت من 91 فعلا ستجد أنه أنت الآن 34 سنة، وإذا حسبتها من 93 حتلقى نفسك 32، يعني 32 سنة. فعلى كل الشعب الإريتري كما ذكرت يستحضر في هذه المناسبة، يستحضر الذكريات التي عاشها في اللجوء، وعاشها في الهجرة، وعاشها في الغربة، وعاشها في الشتات، ويستحضر كذلك البطولات التي قدمها هذا الشعب، بدءا من المعارك الأولى معارك تقربة، وانت ماشي إلى معارك نقفة وأفعبة ومصوع وغيرها من المعارك الكبيرة لمختلفة. ثم أيضا يستحضر هذا التاريخ التراكمي للشعب الإريتري، بدءا من جبهة التحرير الإريترية، ومرورا بقوات التحرير الشعبية، ثم انتهاء بالجبهة الشعبية للتحرير الإريتري. فهم يستحضرون كل هذا الزخم الذي على كل قدمه هذا الشعب طوال هذه العقود الثلاث. ثم تكررت بعد ذلك هذه الظاهرة كما تفضلت، يعني في كل عام على كل الشعب يحتفل بهذه المناسبة. جميل، بارك الله فيك شيخ حسن على هذا التوضيح. الحقيقة يحصل يعني منذ 34 سنة أو قل 33 سنة هذا الاحتفال سنويا، يعني بشكل رسمي في داخل إريتريا وفي السفارات التابعة لإريتريا. ونريد حقيقة أن نطلع على ما قدمته الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية، يعني ما لها وما عليها، وبمعنى أنه ربما تكون هذه الدولة قد قدمت من الدفاعات ومن الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة ممتلكاتها في هذه الفترة، وقدمت الغالي والنفيس، وقد يكون أيضا هناك قصور في بعض الجوانب. لو تحدثنا عن هذا الموضوع من هذه الزاوية فماذا تقول؟ أحسنت. قبل أقل من شهر تقريبا التقى بأحد الإخوة السودانيين. طبعا هذه الفترة الإخوة السودانيين يعني موسم الحج كما يقولون إلى أسمر، يعني هم مرتاحين جدا من الحالة الموجودة في وقفة الدولة الإريترية عموما والشعب الإريتري مع الوضع في السودان. فهنالك نوع من فيتعجب عندما يجد شخص معارض للنظام ويقول عنه شيء، فيقول لي: يا أخي هل النظام في إريتريا شر محض؟ قلت له: الشر المحض هو الشيطان، يعني ما دام هنالك عمل بشري، وفي نهاية المطاف الناس تسدد وتقارب وتعرف أنه والله لكل شيء له وعليه. لكن دائما الدول مقياس نجاحات الدولة في أنك أنت ما الذي حققته من التنمية، ما الذي حققته من الوحدة، ما الذي حققته من الحريات، ما الذي حققته من الكرامة الإنسانية والعزة لمواطنيها، ما الذي كذلك حققته من الرفاه والتنمية الخاصة بالإنسان والارتقاء به. فأنت تقيس على كل من خلال هذا الأمر، يعني لا يقاس الأمر فقط إنه والله هنالك سلطة قائمة وبلد موجود. هذه طبعا سمة إيجابية بلا شك، أن يكون على الأقل حتى هذه اللحظة الدولة موجودة والدولة قائمة. صحيح هنالك بعض الأراضي تعتبر لم يتم استردادها من الأثيوبيين، منطقة بادمي على وجه التحديد،
لم تخرج منها القوات الأثيوبية، لكن باقي الدولة ساهمت على كلنا السلطة القائمة بشكل كبير على أن تحافظ على الأرض كأرض، وعلى الدولة كما تعرف على كل بأرضها وشعبها. فمن هذه الزاوية بلا شك أن هنالك ما يحسب لها في هذا الجانب. لكن إذا نظرنا إلى أنه والله الإنسان الإريتري في هذه الدولة، وهل فعلا ما بعد الاستقلال تغير وضعه عما قبل الاستقلال؟ هل مثلا لو سألنا أنفسنا سؤال، هل عاد اللاجئون الذين شردتهم الحرب في 67 و69 وكم و70 هؤلاء استطاعوا أن يعيدوا؟ يعني ما مقياس في نهاية المطاف. الآن نحن مثلا أي دولة بعد سقوط نظامها أو بعد تحررها أول ما مقياس لها إنه والله عودة شعبها إليها. لو نظرنا إلى هذه الجزئية ستلاحظ أن الشعب الإريتري للأسف الشديد لم يستطع العودة بعد الاستقلال. لماذا؟ الدولة تقول عودوا وفتحت لهم المجال. صحيح، هي الدولة تقول عودوا، ولكن المناخ السياسي الذي يجعل الناس يعودون غير متوفر. لأنه أنت لابد أن يعني ما كثير من الناس هؤلاء كانوا في جبهة التحرير وكانوا في تنظيمات أخرى. الدولة قالت لهم والله تعودوا كأفراد. كثير من الناس لهم رؤية في طبيعة الحكم والنظام السياسي وكذا، يقول لك والله بهذه الصورة التي نحن فيها لا نستطيع أن نعود. ليش لا تستطيع؟ يقول لك البلد غير آمن. ليش غير آمن؟ يقول لك والله انظر إلى حجم السجون والمعتقلات خلال فترة 30 سنة الماضية. العلماء، الدعاة، الخبراء، حتى السياسيين، حتى رموز النظام الذين شاركوا في مسيرة التحرير ويعتبروا أبطال التحرير على المستوى الوطني، أمثال مثلا هيلة درع وكثيرين من الشخصيات اللي تعتبر كانت شركاء الدرب بالنسبة لإسياس أفريقيا. كل هؤلاء موجودين الآن في السجون والمعتقلات. لا نتكلم نحن عن مواطنين العاديين، أنت تتكلم عن رموز قيادية ساهمت في حرب التحرير ويعتبروا من أبطال التحرير، هؤلاء في السجون. حجم الذين تشردوا خلال من 2000 إلى الآن من البلد، يعني أنت تتكلم الآن عن عودة إلى البلد، لا، تتكلم عن الهجرة المعاكسة، وهو أن هذا الشعب اللي كان في الداخل واللي كان مفروض يستقر في الداخل، حجم الهروب الآن وحجم الهجرة أعداد مهولة. وربما في حلقة سابقة تكلمنا عن هذا الموضوع في يوم المعتقل الإريتري. فأنت إذن أمام واقع سياسي غير مشجع، لأنه والله هذا الواقع يكون جاذب لشعبه. هذا نموذج اللاجئين. إذن دولة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تستعيد مواطنيها، ومواطنيها الآن يكونون ما بين إما اندماج في دول أخرى، وإما هجرة إلى خارج الديار، وإما لاجئين حتى الآن في مخيمات اللاجئين. يعني عندك الآن ما لا يقل عن 1,000,000 شخص لا زالوا في مخيمات اللاجئين في شرق السودان. فإذا هذه مسؤولية لا يمكن للدولة إنه والله ما تنظر إليها بصورة جادة حتى تستطيع هؤلاء أن تعيدهم. تعال إلى المستوى اللي موجودين في الداخل. من حق الناس أن يتساءلوا، هل والله الآن في إريتريا خلال 30 سنة استطاعت الدولة على الأقل والله أن توفر المجال التعليمي بشكل ممتاز والناس ماخذة راحتها في هذا المجال؟ هل استطاعت الدولة أن توفر المجال الصحي بحيث مواطنيها لا يحتاجون إلى أنه والله يذهبون إلى العلاج خارج البلاد؟ هل الدولة استطاعت أن توفر الخدمات فيما يتعلق بالكهرباء والمياه الصحية بحيث والله المواطن يشعر في هذا الاتجاه؟ يعني لما يكون يا شيخ برهان إلى هذه اللحظة عاصمة الدولة غير قادرة على أنه والله أنت في هذه العاصمة أن تتمتع بالإنترنت والكهرباء. ربما يقولون نحن انشغلنا بالدفاع عن حدود إريتريا وسخرنا كل ما لدينا من أموال وكل ما لدينا من جنود في الدفاع عن الحدود ولم نتفرغ للتنمية. ماذا تقول؟ على كل هذه حجة مردودة أنا في رأيي، لأنه لا يمكن أنت لشعب شيخ برهان أكثر من 35 سنة لا تتوفر في الضروريات. نحن لا نتكلم الآن عن الرفاهية. طبعا في الاستراتيجيات الثلاثينية والاستراتيجيات الربع قرنية الدول تتكلم عن الرفاه، لا تتكلم عن الكفاية. نحن نتكلم الآن هذا الحديث الذي نناقشه لا نتكلم عن رفاهية الإنسان الإريتري، هذا حلمه أصلا. نحن نتكلم عن أنه هذا الإنسان تتوفر له الضرورات، توفر له الأكل والشرب بشكل جيد، توفر له الصحة بشكل جيد، توفر له التعليم في حده الأدنى بشكل جيد، يتوفر له الأمن أيضا بشكل جيد. وهنا لا نتكلم عن الأمن الذي يفهمه البعض بالأمن البوليسي،
والله يقول لك إريتريا، لا، الأمن البوليسي ليس أمنا، الأمن الشامل من أصبح آمنا في سربه كذا. الحديث المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل تدخلوا الجنة بسلام. الأمن الديني والأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، هذا النموذج الشامل لمفهوم الأمن لن تجده بالشكل المطلوب. فإذا ليست القضية في تقديري، ليست القضية إنه والله أنت انشغلت به. طيب ما كان عندك أنت والله صحيح حصل عليك حرب من أثيوبيا، وظلت هذه الحرب على كل مؤثرة بلا شك، لكن طيب أنت الآن من 2018 عملت سلام مع أثيوبيا وكان علاقتك جيدة مع السودان، ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم نشهد تلك التنمية المطلوبة لشعبنا الإريتري. فعلى كل هذه نماذج بسيطة جدا شيخنا. يعني أنا الآن أعرف مثلا في المجال الصحي هنالك إشكالات كثيرة جدا، حيث كثير من الناس يذهبون إلى البلدان المجاورة للعلاج، يذهبون إلى السودان، يذهبون إلى السعودية، إلى مصر، إلى تركيا، في أن الإنسان يقوم بعمليات قد تكون عادية يمكن يقوم بها الإنسان في بلده إذا توفرت المناخات. تعال أيضا إلى المستويات الدينية، بالنسبة لنا يهمنا هذا الموضوع. تعال لحالة معاهدنا الشرعية في العهد الأثيوبي، وتعال للنظر إليها الآن في العهد الوطني. كيف كانت المعاهد الدينية تضج في العهد الأثيوبي؟ معاهد كثيرة جدا، كثير من الناس يتخرجون من هذه المعاهد يذهبون إلى البلدان الأخرى. انظر اليوم أين هذه المعاهد الشرعية؟ ضربت تماما، ليس لك أي نموذج. وهذا يمكن من الأشياء التي أيضا لفتت نظري ونحن نعد في عددنا الأخير في مجلة الرابطة، وكان العدد عن الحج. وقفت سبحان الله في الحج في إريتريا. شيخنا تصور سنة 93 كان نسبة الحجاج 6000، 93، وهي نسبة متناسقة مع العدد إلى حد كبير، لأنه لو اعتبرنا كل مليون لها مثلا 1000 حاج. اتصور يا شيخ برهان الآن في هذا العام كم العدد؟ 600 وشوي، فتراجعت إلى العشر. العالم كله ارتفاع التكاليف يا شيخ حسن. لا، ليست كذلك. المشكلة السياسات. أنا من خلال تتبعي طبيعة السياسات التي تتخذ للاهتمام بهذا الموضوع، هنالك إشكالات كبيرة جدا، ويصعب معها أن الناس يعني مثلا واحدة من الأشياء الكبيرة والمعيقة، لما تمنع الشباب من الحج؟ لما تربط الحج بأعمار 60 وما فوق مثلا؟ أنا أريدهم أن يخدموا البلد. لا، هي نظمها، ما اختلفنا. هي مسألة الحج ما كلها 3 شهور، مش كده؟ 3 شهور، خذ من الضمانات، خذ كذا، أي شيء. إذا أنا سمحت لهم سيتركون بلادهم ويخرجون. طيب معناه أنت في سجن، معناه أنت سجان، لست دولة محترمة. نكون واضحين هنا. أي شعب باقي في أرضه نتيجة قهر السلطة ليس شعب يتمتع بحرية ولا يتمتع باستقلال. هذا الرقص الذي نراه طيب إذن من عموم الشعب ألا يمثل أن الشعب يفرح وأنه يعني سعيد بدولته وبحكومته، فبالتالي هو يرقص بالكوبورو ودمدم وأمام يعني النساء؟ والله يا أخي هذه في رأيي تحتاج إلى طبيب نفسي صراحة. لأن الإنسان السوي الذي يرى السجون ويرى المعتقلات ويرى أن هنالك أمة تحت الاعتقال لمدة 30 سنة ويعرف مؤخرا سمعت أن هذا أيضا النظام يطالب الشعب بالخروج، هو طبعا إلزاما. هذا ما كنت أريد أن أصل إليه. إذا ما خرجت للاحتفال وهنالك اللجان في كل حي تترصد الناس وأنت أمام نظام بوليسي قبضة أمنية كاملة، فالذي لا يخرج سيجي نفسه اليوم الثاني إنه والله ما الذي جعلك لا تخرج. فهي احتفالات مرتبة ومنظمة ويشرف عليها الحزب إشراف كامل أو تشرف عليها الدولة، وبالتالي يظهر هذا الوضع. لكن أنت إذا كان والله تريد للناس أن يرقصون، يا أخي أعطيهم الحقوق الأساسية والحق. يعني حق الرقص هذا إذا حرم منه الناس ما أظن في إشكال كبير يعني. طيب لو خلينا الآن ننظر من زاوية شرعية. المسلمة والمسلم يعني بالصورة التي رأيناها من خروجهم للاحتفال بالرقص فيه مخالفات شرعية واضحة. خروج المرأة سافرة من غير حجاب، الاختلاط بين الرجال والنساء، ربما يعني تكون هناك بعض المنكرات كشرب الخمور أو كذا، لم أقف
على هذا، لكن خروج النساء والفتيات بكامل زينتهن واضح. أليس هذا حقيقة يعني مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وبما ربما يورد اللعنة والغضب؟ لأن المسألة ليست فقط على استماع الأغاني والاختلاط، ربما يجر إلى مخالفات شرعية أخرى كالزنا والفحش وما إلى ذلك. وقد حدث هذا في بداية الاستقلال، حدث هذا وسمعنا كثيرا. هناك أسر لا تخرج بناتها من هذه الاحتفالات أبدا، لأنهم يعرفون النتائج التي تنتج عن هذا. أنا في تصوري يعني نحتاج منكم كلمة حول هذا الموضوع، لأن المعصية تضر الشعوب، وأعتقد أن جيراننا ما حصل لهم من ابتلاء كبير، انتهاك أعراض وقتل وسفك دماء، كان نتيجة لأخطاء سابقة حصلت منهم. أعتقد أن هذا هو الصحيح، ليس هو يعني لم يسلط عليهم الدعم السريع إلا لأن ثمة هناك أخطاء تستوجب التوبة، كما يعني في جلساتنا معكم سمعنا منكم شيئا كثيرا. هذه القضية جوهرية جدا ومهمة، وهي التي يعني طيب أنت تريد أن تحتفل، احتفل لا بأس، لكن لماذا تعصي الله؟ لماذا أنت مسلم وأنت مسلمة؟ والنظام لا أظن يجر الإنسان من دينه ويسلخه سلخا، لا أعتقد أن نظام يقول بهذا. حول هذا ماذا تقولون؟ أحسنت. هو طبعا من الخطأ أنه والله كل شيء نحمله النظام. يعني أنا معك أنه هو النظام قد يقول للناس أخرجوا وقد يجبرهم على الخروج، لكن لا يجبرهم على الرقص. يعني في نهاية المطاف أنت الذهاب إلى هذه المساحات والضجيج والهز الأكتاف، هذه كلها قضايا تتعلق بك أنت كمواطن. يعني أنا قد أجد لك العذر في أنك أنت والله يا أخي لا تستطيع أن تجلس في بيتك لأن هذه تشكل لك مشكلة أمنية، خرجت. ليش كل هذا الضجيج والمخالفات الشرعية؟ ليش أيضا هل يلزم أنه والله في هذا الخروج والله هل هنالك إلزام للجميع نساء ورجالا أن يخرجوا، ولا يكفي أن يخرج الرجال مثلا في هذه الاحتفالات؟ فكل هذه على كل هي قضايا تحتاج إلى أن الناس يلتفتوا إليها، وأن المسلم حتى في الاحتفالات الشرعية إذا قلنا بها، حتى في الأعياد في غيرها، نحن نتكلم دائما في الأعياد المرتبطة بالأديان أنه لا بد الإنسان أن يكون منضبط في أخلاقه، في سلوكه، في تعاطيه لتجنبه للمنكرات الموجودة. بل نحن نعرف أقوال أهل العلم والفقهاء في أنه والله أي احتفالية فيها نوع من المعاصي والآثام والمنكرات لا يجوز أن تشارك فيها. هذا الأصل. أنا متى ما عرفت أنه في احتفالية معينة فيها منكرات، فيها شرب الخمر وفيها كذا كما تفضلت، فيها الاطلاع على منكرات يجب أن لا أطلع عليها. الأصل إذا أنت تستطيع أن لا تتضرر من عاش حضورك أن لا تحضر، هذا الوضع. فرضا أنت خلاص مشيت في اتجاه أنه والله تخشى من عدم الذهاب لأنه والله يحصل عليك ملاحقة أو غيرها، مع أنه هذه المسألة على كل تحتاج إلى تثبت، لأن هنالك الرقص في الخارج ليس أقل من الرقص في الداخل. يعني في الجاليات مثلا، هل والله الآن الشعوب في ألمانيا في أمريكا في حد مجبرهم أنه والله يحدثون هذه الضجة الكبيرة؟ لا أبدا. ما شاهدته في الرياض من احتفال محبر كوم، أولا العدد كان قليلا، ومعظم الحاضرين نساء، الرجال قليل. نعم. والاختلاط كان واضح، الرقص كان واضح، والأغاني كانت واضحة، والأمور نعم. يعني وليس هناك إجبار. يعني في مثل هذه الأوضاع نعم. مثلا في السعودية في غيرها ما أعتقد أنه فهذه المسألة على كل تحتاج إلى أن الإنسان وهو يمارس أي شكل من أشكال الفرح لا بد من مراعاة أحكام الله تبارك وتعالى، من الخوف من عذاب الله في مثل هذه الأمور. ما تدري أنت والله ما الذي يمكن أن يقع عليك وأنت في هذه جدا. وربما أيضا يقع يعني في إريتريا بلاء عظيم والعياذ بالله. نعم. اللهم سلم. نعم. من مثلا حروب طاحنة أهلية، تسلط بعض الأعداء أو تسلط بعض الأمور. ما ندري ما الذي يحصل، وبالتالي يعني أعتقد أنه مكر الله يعني قد يكون صعب. صحيح. يعني فأمروا مكر الله. ثم أيضا ما الذي يمنع أن الإريتريين في داخل إريتريا يطالبون النظام بأن يكون لهم احتفالا خاصا بما يوافق دينهم؟ هل هذا فيه إشكال؟ يعني نحن نحتفل، لكن نحتفل مثلا
في فندق كذا في مكان كذا، ونلقي الكلمات ونلقي. هذه نقطة مهمة جدا تخوفنا كثيرا. نعم. لأن فيها حقيقة انتهاكات. الجزئية السابقة شيخنا فيما يتعلق بما الذي أنجزه النظام، طبعا من اللافت لنظري كان في الكلمة التي ألقاها الرئيس في الاحتفال. يعني كان متوقع أنك أنت تتكلم عما أنجزته في الداخل، ما الذي أنت استطعت أن تنجزه؟ هل والله اكتفيت زراعيا، اكتفيت صناعيا، اكتفيت مثلا تنمويا، ماذا فعلت؟ يعني يفترض أن يكون هنالك حديث عن، والحديث يفترض أيضا يكون مصحوب بخطة بطبيعة الحال. يعني واحدة من إشكالها خلل الخطاب تماما من أي شيء يمكن أن يذكر في الداخل، وظل الخطاب يحلق كما يحلق أفلاطون في النظريات الكبرى في العالم. تحدث عن أمريكا، وتحدث عن الصين، وتحدث عن كذا، وتحدث عن إثيوبيا كجوار، ودي سآتي إليها يعني، لأنه هنالك قضايا طرقت في داخل هذه الكلمة قد تسبب إشكالات في المرحلة القادمة يعني. فإذا أنت أمام حاملة من التتويه، إنه والله أنا بدل أحاول أن أطرح عليك مشكلاتك وأطرح عليك حتى من باب التحفيز، حتى أنت إذا ما قادر يا أخي حرض شعبك نحو قضايا معينة، قل لهم والله أنتم لم تفعلوا كذا لم تفعلوا مثلا. أما التجاهل التام لكل المشكلات، هذه نقطة. النقطة الثانية، ونحن نحتفل لمدة أكثر من 30 سنة يا شيخ برهان، ما في احتفال يحمل على الفرح بأنه والله تخرج قبل الاحتفال يكون في عفو عن مساجين مثلا. يعني دائما الاحتفالات مصحوبة بإيه؟ أنك أنت والله تعمل نوع من العفو. يعني يعقل 30 سنة لا يكون في عفو عن السجناء مرة السنة الأولى والعشرية الأولى والعشرية الثانية والعشرية. فهي واحدة من الإشكالات الكبيرة حقيقة، التي من حق الناس هؤلاء الذين يرقصون كما تفضل، ليش ما يكون في تساؤل حول لماذا لا يكون والله الأعياد مناسبة للتخفيف عن السجناء، لإطلاق سراح السجناء؟ هذا جانب. النقطة الثالثة، وهذه النقطة الخطيرة في تقديري، نحن العام الماضي أو الأعوام الماضية كانت تعبئة نحو التجراي، والناس طبعا اندفعت وتحت حجة السيادة الوطنية، الناس قامت وقعدت حتى في السوشيال ميديا في الخارج، اللي يقول والله لا للحرب بتاعة التجراي، وأنه جيشنا مفروض ما يدخل إلى الحدود الأثيوبية لقتل الشعب في تجراي. كثير من الناس كانوا يروا إنه والله أنت مهدد للأمن والسلم الوطني وكذا. فجأة نجي الآن في احتفالية 2025 نقلب الطاولة ونتحالف مع التجراي ونثير مشكلة مع الأورومو. يعني هذه نقطة كانت صراحة لافتة، ولعل أستاذنا الدكتور جلال الدين كتب فيها مقالة جميلة جدا حول موضوع استثارة الأورومو والحديث عن الأورومو وأنهم يشكلون خطرا على الأمن. يا أخي أنت ما دخلك بالأورومو، أورومو في إطار دولة معينة. يعني أنت إذا عندك مشكلات في دولتك حل مشكلاتك، لكن أن تعتبر أنت والله المعني بالأمن والسلم بتاعت القرن الأفريقي، بحيث تعتبر أنه والله إذا ما جاءت القومية الفلانية وتراجعت القومية الفلانية أنت تعتبر في خطر، هذه على كل إشكالية. أخيرا للأسف الشديد في الخطاب أوحى وكأن الدولة الإريترية هي دولة تجرينيا كده. كده يعني كأنما والله هذه الدولة ليس فيها إلا هؤلاء. يعني يتكلم عن التجرينيا والتجراي والأمهرة وكأنه ليس هنالك كتل أخرى داخل هذه المنطقة نفسها. في إثيوبيا فيه هنالك أكثر من التجراي التجرينيا والأمهرة، وفي إريتريا أيضا هنالك أكثر من التجرينيا، يعني هنالك أعداد كبيرة متوفرة. فعندما تنظر إلى الدولة بهذا الاختزال ستجعل كثير من المواطنين حتى الموالين للنظام، حتى الذين هم في جيش النظام في اللحظة الراهنة سيتوقفون وقفة طويلة جدا. نحن في أي دولة؟ هل والله هوية الدولة الإريترية تحولت من دولة لكل الإريتريين إلى دولة للتجرينيا فقط؟ هذه كلها تساؤلات في تقدير أثارها هذا الاحتفال، ونسأل الله أن عواقبه تبقى على الأقل عواقب سليمة، وأن لا تجد. لأن الأورومو مباشرة طلعوا بيان، جبهة الأورومو، وردوا على خطاب الرئيس في الاحتفال، وإنه قالوا لي يا أخي أنت معناها حل مشاكلك قبل ما تحل مشاكلنا. وفكرة إنه أنت يكون عندك موقف من طبيعة النظام السياسي عندنا، نحن ارتضينا النظام الديمقراطية الإثنية، نظام القوميات، بغض النظر نتفق ونختلف معه، ارتضوا هذا الشعب الإثيوبي، هذه طريقتهم ودارين يعيشوا هذه الطريقة، أنت مالك ومالهم. فهنالك الكثير حقيقة في هذا الاحتفال على وجه التحديد جعلت كثير من الناس يترقبون بأن والله الأمور قد تندفع إلى مراحل جديدة بتحالفات جديدة بتشكلات جديدة. خضناها المرة اللي فاتت ضد التجراي، هذه المرة يريد أن النظام أن نخوضها ضد الأورومو،
ولكن إن شاء الله شعوب المنطقة تكون أوعى بكثير من أنها تنجر إلى هذا النوع من الحروب العبثية. سبحان الله. حقيقة أنا ما استمعت لكلمة الرئيس، ولكني اطلعت على كلمة محبركم في الرياض وكلمة المسؤولة عن قنصلية الرياض الأستاذة فرويني، ولاحظت أن يعني هي أيضا من قومية تجرينيا، ومستشارها كذلك من قومية التجرينيا، وأيضا رئيس محبركم من قومية تجرينيا، ولم أرى أي يعني قوميات أخرى. ممكن ربما المترجمين لكلمتها كانوا من الإخوة قوميات الأخرى. نعم. فهذا حقيقة ملاحظ، لكن لم أطلع حقيقة، وكنت أريد أن أسألك عن تعليقكم على كلمة الرئيس، وأنت قمت بهذا الموضوع. بس نقطة أخيرة أيضا، ودي مهمة جدا في إطار السياق الوطني وقضايا مراعاة الشعوب. يعني الرئيس دائما كلماته يلقيها باللغة التجرينية وانتهى الموضوع. أنت في مثل هذا الوضع يعني يفترض الكلمة، إن كنت تؤمن بفكرة مساواة كما يقول برنامج الجبهة الشعبية مساواة كل اللغات، يفترض الكلمة تلقى بكل كل اللغات الإريترية. إذا أنت ما ألقيت بكل اللغات، اعتبر كما هو تاريخيا معروف أن والله هنالك لغتان رسميتان في البلد، اللغة العربية واللغة يفترض كما ألقيت باللغة التجرينية يكون هنالك من رجال الدولة من يلقيها باللغة العربية. ولم يحصل. هذا طيلة طبعا، بقت خلاص، هذا بقى سلوك، وكأنه والله رسمت هكذا. الدولة يجب أن ترسم هذا بهذه الطريقة. هذه ملاحظة خطيرة. خطيرة جدا أن الناطقين باللغة العربية كل مسلم يعتبر ناطق باللغة العربية. صحيح. كل مسلم، ونسبتنا نحن. ويجب الناس أن لا يمرروا هذه الأمور، ليست هذه الأمور شكلية، يعني هذه ليست هذه من القضايا اللي لها علاقة بأن وجودك في البلد نفسه. يعني وجود لغة الإنسان معناها وجوده من حيث المشاركة في مؤسسات الدولة، في الدولة نفسها. لكن شيخ حسن، ذكرتم في معرض كلامكم أن النظام لم يقدم أي شيء ولم يتحدث عن أي شيء في داخل إريتريا. نعم. ونحن أيضا نتابع ونشاهد ليس هناك شيئا جديدا، لا مستشفيات ولا جامعات جديدة ولا حل للكهرباء. برأيك لماذا قصرت الدولة في هذا الجانب؟ على كل هي المشكلة عميقة صراحة، عميقة جدا، لأنه هنالك إشكال يبدو في الرؤية الكلية لإدارة الدولة. يعني إدارة الدولة حتى لو ذهبت بنفس السيستم الأول اللي دخلت به، إنه والله هنالك حزب حاكم وهنالك سلطة تمثل هذا الحزب، ربما في تقدير لكان الوضع أفضل من الحالة التي انتهت إليها الدولة الإريترية الآن. الدولة الإريترية ليس هنالك برلمان، ليس هنالك مجلس وزراء تقدر تقول والله بانتظام يظهر في السنة مرة واحدة مجلس الوزراء في اجتماع كده، وبعد ذاك يتم اختفاؤه لمدة عام ثم لا يأتي. ليست هنالك موازنة معلنة إنه والله الدولة وموازنتها، ومن الذي يجيز هذه الموازنات؟ لا أحد. ليس هنالك الآن فاعلية للحزب كما كنا نعرفها زمان. كان الحزب موجود وله فاعلية وتأثير. الحزب الآن لا يظهر إلا في اتجاهات التعبئة والتحرك التعبوي، لكن لا تأثير له على سلطة الدولة. فالدولة انتهت في نهايتها إلى أن تكون دولة تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رأسها رئيس. طبيعي جدا أنه في مثل هذه الأحوال ذات القبضة الأمنية أن يكون هنالك هاجس من حركة الناس وحرياتهم. فأنت عندما تنتشر عملية التعليم عندك خوف، لأن الذين يتعلمون سيطالبون بالمشاركة، سيطالبون بالحريات. وهذه واحدة من القضايا التي جعلت النظام يلقي جامعة أسمرة مثلا. جامعة أسمرة كانت جامعة محترمة في البدايات وماشية كويس جدا. لما طلعوا المظاهرات في 98 وتكلموا الطلاب، ورئيس الطلاب اللي هو رئيس اتحاد الطلبة صار من المعارضة، الدولة كنصلت الجامعة ووزعت الجامعة إلى كليات. لاحظت هنالك خوف كبير جدا، وهو خوف من الشعب طبعا، وخوف من الشعب في إن أنت يعني. لماذا الدولة تخاف من شعبها؟ لأنها هي تريد أن تبرمجهم في سياسة معينة تريدها هي، يعني لا تريد أن يشاركهم في صناعة مستقبله. وهذه العقلية طبعا، العقلية الشمولية عموما، عقلية إنه والله أنا أرى أن الناس كلها يجب أن تكون على قلب واحد، على هيئة واحدة، على لغة واحدة، على نمط واحد. حصل هذا الطريقة اللي هو يسلكها الآن على كل في تعامله مع الشعب الإريتري.
طبعا بهذه المناسبة أيضا نترحم على الشيخ رحمه الله ودي عنكر الذي توفي قبل يومين، وكان له دور كبير نعم في أحداث مدرسة الضياء رحمه الله رحمه الله، وما قام أيضا بالدفاع عن هذا الدين وعن الحجاب وما حصل فيه من هذا، فرحمه الله رحمة واسعة. أنا أقول الشيخ حسن، هذا هو الوضع الذي أنت ذكرته، وضع هناك فعلا وضع قاسي على المسلمين. برأيك رسالة توجهها للمسلمين ورسالة أخرى توجهها للنصارى، المسلمين بجميع طوائفهم والنصارى أيضا بجميع توجهاتهم، خلال ما يحصل في إريتريا، ما الذي ينبغي أن نفعله نحن في ظل؟ طبعا أيضا نحن تكلمنا عن ما له لهذا النظام، أنه دافع عن إريتريا، وأن جوازه جواز محترم، من حصل على جواز الإريتري يستطيع أن يزور البلدان والدول وكذا، والعلم الإريتري يرفرف في الأمم المتحدة وهو علم محترم. كذلك العلاقات التي بينه وبين الدول، موقفه الرائع والجميل مع جيراننا السودان يعني شرفنا. هناك حقيقة دفاعه عن الحدود، هذه كلها تحسب لهذا النظام الذي يحسب عليه أيضا أنت تفضلت وذكرته، ولكن نحتاج حقيقة توجيه في ظل هذه الظروف، خاصة التحذير من الذنوب والمعاصي، وأيضا المطالبة بالحقوق والحريات. في رأيي في السابق شيخ برهان كان الناس يتصورون بأنهم أمام حالة وطنية يتساوى فيها الكل، وبالتالي فكرة أنك تطرح الحقوق الدينية والتمسك بها أو أنك تظهر أنك أنت ملتزم، كان كثير من الناس يتصور أن هذا ينقص من وطنيتهم أو يدخلهم في الطائفية، كان هذا هو. وبالتالي يقول لك يا أخي أنتم لا تطرحوا الدين. طيب انتهينا الآن إلى حالة دينية يذهب فيها الرئيس إلى الكنيسة ويدعو الكنائس. أنا في رأيي الآن المسلم الإريتري عليه أن يقف مع نفسه ومع دولته. بالضبط، لابد أن يقف مع نفسه ومع دولته. والله ليس هنالك ما يعيب، أنا شخصيا لا أعيب أن المسيح يتمسك بدينه، من حقه. نعم. بما فيه الرئيس خليه يتمسك بدينه، مش كده؟ نعم. لأنه أنا أريد أن أتمسك بديني، صحيح، مش كده؟ لكن أنا أقول والله هذه الدولة لتكون دولة المواطنة ودولة نتساوى فيها، كما تتيح لنفسك الحرية الدينية أتيح لي أنا أيضا الحرية الدينية. كما تتيح إنه والله احتفالات للكنيسة والاهتمام بها ومؤتمراتها، أتح بنفس الطريقة للمسلمين أيضا نفس هذا الحق. هذه نقطة بتقديري مهمة جدا. النقطة الثانية، وهذه أنا في رأيي نقولها لكل الساسة من أبناء المسلمين المتواجدين، يعني على الأقل إذا في عناصر الآن عناصر قرار، سواء كان داخل الجيش، سواء كان داخل الأجهزة الأمنية، داخل المؤسسة المدنية، داخل المؤسسة السياسية، هذا التماهي مع الحالة الإثيوبية والدخول في كل صغيرة وكبيرة في هذه القضية. هل ودي طرحها بالمناسبة أمس أخونا فتحي عثمان الدبلوماسي السابق، إنه والله هل إريتريا دولة مستقلة بالفعل؟ يعني لماذا في كل سنة نحن نزج أنفنا في الشأن الإثيوبي؟ ماذا نريد؟ يعني لماذا نحن نتكلم حول القوميات الإثيوبية، من يتقدم ومن يتأخر؟ ففكرة إنه نحن بالذات المكون المسلم في مثل هذا الوضع الذي الآن تتشكل فيه تحالفات جديدة. التحالف الآن واضح جدا من خلال خطاب الرئيس، التحالف الثلاثي الجديد هو تيغراي، تيغرينيا، أمهرة، هو طارح كده في مواجهة قومية الأورومو. هنا نحن الآن كمكون مسلم من حقنا أن نتساءل، هل والله أنت ستجرنا جرا لحرب ضد كتلة من الكتل اللي فيها بالنسبة لنا نعتبرهم كتلة أيضا الأكثرية فيها مسلمين؟ فهل سنحتشد الآن أيضا، احتشدنا في حرب التيغراي، هل سنحتشد الآن حرب ضد الأورومو مثلا؟ من حقنا أن نتساءل. فإذا لم تكن هنالك مساءلات حقيقية وإثارة للقضايا ومناقشات جادة في مسألة إنه والله هذه الدولة يجب أن يعاد صياغتها ويجب أن يعاد بنائها ويجب أن تحدد قضايا السلم والحرب ومصالحنا مع دول الجوار من خلال مشاوراتنا نحن وليس من خلال شخصية واحدة تقرر السلم وتقرر الحرب وتقرر العطاء وتقرر المنع، هذه كلها إشكالات على كل. النقطة الثانية فيما يتعلق بحقوقنا الدينية يجب أن لا نتساهل فيها. يعني الآن ضربت نموذج مثلا بموضوع المعاهد وضربت نموذج بموضوع الحج. لماذا والله كل العالم في ازدياد سنوي، لأن في نسبة السكان زيادة ونحن في تراجع سنوي إلى أن وصلنا من 6000 إلى إلى 600 شخص. ليش السياسات قائمة دائما على التضييق،
على الحاجة الإريترية، مع أن إحنا منطقة قريبة، يعني إحنا ما جاي من أمريكا ولا جاي من أوروبا ولا من إنجلترا، يعني إحنا الواحد يعبر البحر في 200 كيلو تلقى نفسك في جدة يعني. فلماذا مثلا يكون الوضع بهذا الشكل؟ ثم أيضا مؤسساتنا الدينية لماذا هذا الإهمال والإماتة لكل الحالة الدينية فأنا في تقديري هذه كلها قضايا تحتاج أن المسلمين يجب أن يتمسكوا بها. لماذا مثلا والله ساوى مثلا ساوى لماذا يكون والله يربط بالمؤسسة العسكرية ولا تكون هنالك خدمة محدودة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية؟ هذه كلها قضايا في تقديري يجب أن تكون محل التساؤل. لكن فيما يتعلق أنا قد أعذر كما تفضلت، قد أعذر من هو في الداخل لاعتبارات كثيرة جدا، لكن الذين يرقصون على جراحاتنا ويرقصون على أشلائنا في الخارج وهم في مناطق ما شاء الله، يعني كثير منهم حصل على اللجوء وحصل على الجوازات الأجنبية بناء على أنه والله هو تكلم عن أنه في اضطهاد في بلده أو في نظام سياسي ديكتاتوري، ثم فجأة يتحول إلى محتفل وراقص على أنغام الحالة التي يعانيها الشعب الإريتري. بارك الله فيك دكتور حسن سلمان على هذه الإفادات الطيبة حول اليوم الوطني ما له وما عليه. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى أن نعود للعام القادم وقد رأينا إنجازات بالفعل تستحق الاحتفال، كما أننا نحمد الله سبحانه وتعالى فيما مضى على الاستقرار، ونحن لو قارنا وضعنا بوضع الآخرين ربما نكون أفضل، فعلينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونحذر من مخالفة الشرع ومخالفة الدين. خاصة أنا أخاطب إخواني المسلمين والمسلمات، فإن المعصية قد تجر حربا، قد تجر دما، قد تجر حقيقة فقدانا لكثير من ما ننعم به حاليا. فحذاري حذاري، ولنكن أقوياء بديننا، ولنقل لأي شخص ما إذا جاء يعني يتحدث عن ديننا نقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربما تقولون هذا كلام قد لا يرد في هذا، لأن ما أقول هو يرد. نحن مسلمين يجب أن لا ننسى إسلامنا وديننا وصلاتنا وعباداتنا، فهذه فوق الأرض وفوق الوطن وفوق الاستقلال. حتى ألقاكم الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها. إريتريا 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 قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها. مع الأعداء قد مرت من عهود، غدا اسمها معجزة الصمود، فخر المكافحين إريتريا قد برهنت أن العلا لها. إريتريا إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم بإصرارنا الذي جنى التحرير. سننجز البناء والتعمير لتزدهر وتلبس الوقار. تعهدنا أن تسمو إريتريا 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 تبوأت مكانها بين الأمم. إريتريا إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب